اهلا وسهلا بيكم. فيديو جديد، وصفة جديدة. انا هند فهمي. النهاردة هعمل لكم وصفة تشيكن ليمون، فراخ بصوص الليمون. هنجيب صدور الفراخ، هنقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنبدأ نعمل فيها شرايح بسيطة كده بالطول، وشرايح بسيطة يعني هعملها على شكل سمبوكسة كده عشان هي تستوي من جوه وتستوي من بره وتبقى كلها سوا واحد، وفي نفس الوقت بتدي شكل حلو قوي لما بتستوي. انا كنت يعني مقطعه صدور الفراخ وسط، يعني ولا هي رفيعه قوي ولا هي تخينه قوي، علشان برضو ما تاخدش وقت معاكم في السوا وتستوي كويس. هتعملوها بالشكل ده كده سمبوكسات زي ما شفتوها. انا هنا كنت مستخدمه 3 صدور، حوالي 3 قطع، حوالي كل قطعه فيهم حوالي، يعني هما التلاتة حوالي 300 جرام. هبدأ ارش عليهم ملح من الجنبين، من تحت وفوق، بحيث برضو الملح يدخل جوه المكعبات اللي احنا عملناها او السمبوكسات دي، عشان تبقى متملحه من جوه، متبقاش الفراخ انتي بعد ما تستوي تلاقيها مش حاسه بطعم الملح فيها. وهنا هحط اهوت فلفل اسمر، هقلبه برضو على الجنبين بحيث ان هو يوصل لكل حته فيها. هي وصفه جميله وسهله وما فيهاش اي حاجه خالص، وبتدي طعم تيست رهيب. طبعا اللي حابب اللي ما بيحبش الليمون او بيحبش طعم صوص الليمون ممكن يغير الصوص عادي. هنا هنجيب طاسه، نحط فيها قطعة زبدة كبيرة او قطعة سمنة او شوية زيت، يعني الموجود عندنا. هنسيبها لما تسيح خالص تسخن شوية، وبعد كده نبدأ ننزل بصدور الفراخ. انا هنا عملت كمية 3 صدور بس، لو انتوا حابين تزودوا اكتر مفيش مشكلة، على حسب الصدور بنزود بقى ايه كمية المكونات اللي هنحطها. دي كده حوالي فص ثوم مهروس، ده مع الزبدة بيدي ريحة تحفة وبيخلي الطعم مختلف تماما. ده شكلها بعد ما خدت وش من الجنب التاني. هنقلبها ونديها وش على الناحية التانية. هنا انا بعمل الطاسة، بقلب الطاسة كده عشان الزبدة مع التوم توصل في كل حتة في الفراخ. شايفين ده شكلها بعد ما قلبتها الناحية التانية؟ شكل السمبوكسات اللي احنا عملناها شكلها جميلة فيها. هبدأ بقى اشيلها احطها في طبق خارجي عشان اعمل الصوص اللي هننزل فيه الفراخ. في نفس الطاسة اللي عملنا فيها الفراخ هننزل ببصلاية متقطعة كده صغير، وهنقلبها كويس في الصوص بتاع الزبدة والثوم. لو حسيتوا ان وانتوا بتعملوا هنا الزبدة قلت منكم شوية ومحتاجين تضيفوا حتة زبدة عشان البصلة ما تنشفش منكم، مفيش مشكلة. وهنا انا نزلت بحتة توم كمان، فص توم كمان مهروس برضو، علشان يعلي التست معايا، بيفرق جدا في الطعم. هدي بقى البصلايه تقليبه كده وتشويحه لحد لما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزاها توصل للون اللي هو الذهبي ده عشان هتفرق برضو معانا في الطعم. مجرد ما بتوصل للون دوت ببتدي بعد كده انزل بكوب كريمه لباني، دي كريمه طهي بنزل بيها. لو مش متوفره عندنا كريمه طهي ممكن ننزل بمعلقه دقيق، وننزل معاها بكوبايه لبن. وهنا هعصر بقى الليمون على قد الكميه اللي انتوا عاملينها، على قد ما تعصروا. انا هنا عصرت حوالي ليمونه ونص. وده شكل الصوص بعد ما سيبته دقيقتين 3 كده على النار. سيبته بس ايه لحد ما ياخد غلوه والتانية، بحيث ان هو الصوص كله يتشرب. وهبتدي بقى انزل برشه ملح ورشه فلفل عليه. مهم ان هو القوام لا يبقى تقيل قوي ولا يبقى خفيف قوي، يبقى وسط زي ما انتوا شايفينه كده. وهنا هنزل بقى برشه زعتر مطحون. لو انتوا مش حابين الزعتر ممكن نحط ريحان، ممكن اي طعم انتوا بتحبوه في التوابل، بس هو التيست دوت بيبقى حلو قوي مع الزعتر. في لو حابين روزماري ممكن تحب روزماري برضو مفيش مشكله، بس انا عايزاكم تجربوها زي ما انا عاملاها كده بالظبط. الطعم هيعجبكم جدا جدا جدا.
هنا هبتدي بقى اجيب صدور الفراخ وهنزل بيها في قلب الصوص اللي انا عملته. عايزة الفراخ او الصدور تتغرق كلها في الصوص، بحيث ان طعم الصوص يوصل للفراخ كلها. هنا دي الفراخ نزلت اهي، صدور الفراخ. هبتدي بقى ايه اجيب الصوص احطه عليها من فوق علشان يغرق الفراخ كلها. هنا انا جبت دي حوالي يعني عودين بقدونس، فرمتهم قطعتهم كده صغير، وهبتدي انزل بيهم على الفراخ. برضو بيدي طعم مختلف تماما مع الفراخ. عايزاكم تجربوها زي ما هي كده بالظبط. اللي مش بيحب طعم حاجه معينه ممكن يغيره، بس لو مش لو كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي طعمها عادي بالنسبه لكم، حطوها افضل عشان الطعم هيعجبكم جدا، التست هيبقى حلو قوي قوي معاكم. هنزل بقى هنا بالصوص على الفراخ، هبدأ بقى اجيبه من تحت لفوق كده عليه، بحيث ان انا اغرق الفراخ كلها بالصوص علشان تحسوا بالطعم كله. ممكن هنا اديها رشة جبن موتزاريلا زي ما تحبوا يعني. بس ده شكلها النهائي. الف هنا وشفا، يا رب الفيديو يعجبكم، وهستناكم ان شاء الله في فيديو جديد. تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان